في الشتاء بنفطر مرة ونتغدى مرة ونتعشى 7 مرات. تعالوا نقول مرة من المرات دي هنتعشى ايه، وبحاجات سهلة جدا. هتفتحي الفريزر وتعملي على طول أسرع عشوة، أسرع صينية بيتزا شرقي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. وطبعا ما تنسوش الاكسبلور، وما تنسوش الدعم بتاعكم اللي بيخليني نفسي مفتوحه ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه دايما. اول حاجه كان عندي لفه سمبوسه او سمبوسك اللي بتقولوه كله صح. كانت عندي في الفريزر وكانت متلجه جدا، طلعتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا نفس الطريقه تقدروا تعملوها لو عندك لفه جلاش برضو مهمله في الثلاجه او في الديب فريزر وما عملتيش بيها حاجه، تقدري تطلعيها وتقطعيها شرايط كده وتفرطيها من بعضها، ونبتدي ان احنا نستغلها بسرعه في وجبه سريعه شتويه بتدفي كل العيله. هنجيب بعد كده سجق بقى او لحمه مفرومه. انا كان عندي سجق، شلت الغلاف بتاعه وفرطته في قلب الطبق زي ما انتم شايفين. وكان عندي كمان الخضار اللي عندي في الثلاجه، عندي فلفل اخضر، عندي طماطم، عندي بقدونس وكزبره خضراء. جبتهم كلهم على جنب كده وقطعتهم وظبطتهم. وجبت الصينيه بتاعتي حطيت فيها معلقه سمنه بلدي مع معلقتين زيت، ودهنت بيهم الصينيه كلها وخليتها جاهزه ان انا احط فيها اول راق من الحاجات اللي عندي سواء سمبوسك او جلاش. وابتديت ان انا افردهم كويس جدا. وجبت بقى من عندي كمان السجق، قسمته على مرتين. قسمته الاول زي ما انتم شايفين كده، الاول انا خلياه من كل الورق اللي كان بره اللي هو محشي فيه، طبعا فرطته خالص. تقدري انت لو انت عندك لحمه مفرومه معصجه ان انت تحطيها بدل السجق. انا حاطه السجق هنا ني لانه طبعا بيستوي على طول، مش هيستحمل مع نار الفرن. وحطيت بقى رشه الكزبره الخضراء مع البقدونس مع الطماطم، وابتديت ان انا اوزعهم كويس جدا مع الفلفل الاخضر. طبعا تقدري لو حابه الحاجه سبايسي زودي طبعا فلفل حراق، هيدي طبعا تيست جميل جدا. ولو حد حابب ان هو يحط شرايح بصل رفيعه يحط طبعا. ورشيت رشه زعتر حلوه قوي من عندي، تدي برضو ريحه وتيست عالي قوي للصينيه البيتزا الشرقي بتاعتي. وجبت الرق التاني من السمبوسك او الجلاش حطيته فوق الخلطه بتاعتي دي كلها. وجبت باقي السجق اللي عندي وسويته بقى كويس جدا، وده الراق اللي هيبقى العلوي للبيتزا بتاعتي. طب ممكن اللي ما عندوش يعني كمية كبيرة من السجق او اللحمة المفرومة، كفاية اصلا الراق اللي في النص، وده يعني اختياري انك تحطي اللي فوق. ممكن تحطي اللي فوق بس عبارة عن خضروات، يعني فلفل وطماطم وبصل وزيتون، تقدري تحطي كل الخضروات اللي انت عايزاها، ده هيديها برضو طعم وشكل حلو. طيب احنا بعد ما عملنا الرقين دول ضيفي برضو رشة الزعتر، وحاولي ان انت تدخليها الفرن مع كمان رشة سمنة بلدي من على الوش، لان احنا طبعا حطينا في ارضية الصينية بس. هتدي كمان رشة سمنة بلدي من على الوش فوق او رشة زيت، ودخليها الفرن تاخد تحميصة كده الاول، لان احنا عندنا حاجات طبعا مش مستوية. في نفس الوقت هتكوني بقى جايبه كوبايه لبن مع بضايه، هتبتدي ان انت تقلبيهم مع بعض. انا هخلي البيتزا بتاعتي طريه، هحب ان انا اخليها اشربها بعد ما اديها وش الاول بكوبايه اللبن دي. الكوبايه دي هحط عليها فلفل اسود، هحط عليها بابريكا، هحط عليها سنه شطه، وهقلبها هي والبيض واللبن، هقلبهم كويس جدا. وهبتدي ان انا ابص على البيتزايه بتاعتي اطلعها بعد ما خدت سنه تسويه بسيطه. وهبتدي ان انا بقى ايه بعد ما خدت سنه التسويه دي، عندك بقى موتزاريلا حطي، عندك جبنه رومي مبشوره او اي نوع من انواع الجبن اللي عندك طبعا حطيها على الوش كده. اصلا انت حاسه ان الطبخه بتاعتك داخله في السوا، فكده انت مش الجبن بتاعتك دي مش هتتحروق، فابتدي حطيها على الوش. وعلى طول هنجيب كوبايه اللبن اللي احنا حاطين فيها البابريكا والشطه وحاطين فيها الفلفل الاسود والبيضه، هنبتدي ان احنا نوزعها على كل الصينيه. طبعا احنا عارفين ان احنا مسويينها ل 50%. هدخلها تاني الفرن تقعد تلت ساعه، وهتخرج بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وفعلا طعمها وريحتها وسهولة عمايلها هتخليكي تعمليها كل يوم. وقطعي بقى بقطعة البيتزا ووزعي على كل حبايبك. انا من كتر حلاوتها طبعا ما قدرتش استنى ان انا
اوزع. انا ابتديت ان انا اكل حته منها اعرف نتيجه البيتزايه بتاعتي ايه، طلعت فعلا وهميه وخطيره. اتمنى ان انتوا تجربوها، مش هتاخد منكم وقت، وسهله جدا وسلسه جدا، واعملوها باي حاجه عندكم في الفريزر. يا رب يكون الوصفه عجبتكم وافادتكم، واتمنى دايما اشوف تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم. اسيبكم على خير واشوفكم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.